متتبع كيقول تصدمت الصدمة ديال العمر ملي سقت الخبار لمراتي خبات عليا الورث وشرات الدار بلا خباري وكرات الدار بلا خباري. 11 سنة ديال الزواج، 11 سنة ديال الزواج، عمرني ما شكيت في النية ديال مراتي ولا حطيت بيناتنا شي حواجز. مؤخرا غير بالصدفة عرفت مراتي شرات الدار بالورث ديال باها بلا خباري. عافاكم اخوتي قولوا لي الا كنت غلط، نصحوني. انا خدام على قد الحال، كاري الدار ب50,000 ريال، وعندي التريطه ديال الطوموبيل، وعندي الخلاص ديال الدراري المدرسه والماء والضو والويفي والمصاريف. كيقول هذا المتتبع والله اخوتي ما كنشيط حتى ريال، كنكمل بالكريدي على صحابي. ومرتي اي حاجه حلت عليها فمها كنوفرها لها، يعني ما مخليها مختصه حتى شي حاجه. ديما كتقول لك راه خاصني باغا ما عنديش هادي ديما كنحاول نوفر ليها باش ما نحسهاش بالنقص. حتى كنتصدم بهذا الشيء اللي وقع. دابا ما فهمتش اخوتي علاش درت بحال هكا. واش ديك الدار بغيت نعرف واش راني غلطانه ولا لا، نصحوني الله يرحم الوالدين. ديك الدار واش ماشي حنا اولى باش نسكنوا فيها حسن ما نديروا الكرا؟ ماشي حنا اولى اللي نستافدوا ونتبرعوا في دارنا حسن ما نبقاو كاريين عند الناس؟ كيقول هذا المتتبع انا صافي عقلي حبس عليا هاد الشيء، ولا معصبني بزاف، ولا عندي المشاكل مع المراه، والمراه كتقول لي ماشي سوقك هذاك الشيء رزقي، يعني ما من حقكش تدخل فيه. وانا كنقول لها لا، انا راني راجلك ومن حقي نعرف عليك الكبيره والصغيره، علاش دسيتي عليا؟ عافاكم اخوتي، عافاكم. خليو له في لي كومونتير واش هاد الشيء كيما نقولوا اللي دار السيد ملي تخاصم مع مرته واش صح ولا غلط، وهذا الشيء اللي دايره المراه واش صح ولا غلط. انا غادي نعطي الراي ديالي الشخصي. السيده هذاك الشيء رزقها حلالا طيبه، وداك الشيء انت اللي كدير كاري وعندك المصاريف، هذاك الشيء راه بالسيف عليك ديرو. واش فهمتيني؟ يعني هذا الشيء انا رايي الشخصي. انت هو الراجل، انت هو طبيعه الحال اللي غتكون مسؤول على الدار ديالك. اما المراه شدت الورث على باها، شرات دار، شرات جوج، شرات 20، هذاك الشيء لا علاقه بك نتايا. يعني هنا باش غتفهم ملي درتي لها هذا الشيء كامل، يعني كانت السيده عارفه مثلا الا قالتها لك راه غتخصم معاها، غتقول لها لا نسكنوا فيها، لا نديرو اري لي دوك الفلوس ندير بيهم نفعل بيهم. قالت نشري دار، يعني كيما نقولوا السيده خايفه على دارها ما بغاش دير المشاكل. والله اعلم، راه كاينين صحاب الحسنات توصلك الخبار. يعني هنا بلا ما تقلق، يقدر تقلق واحد شويه حيت دسات عليك، ولكن راه عارفك غدير ليها هاد الحاله. داكشي علاش ميكات عليك، يعني السيده غير باغا تفادى الصداع ماشي على شي حاجه زعما. هادشي اللي كاين، وداكشي ديال المصاريف وداكشي اللي حسبتي كامل، هداكشي طبيعة الحال المفروض انت هو الراجل. واخا السيدة عندها ما عرفت شنو عندها، واخا كاع نقولوا خدامة ولا عندها شي حاجة اخرى، راه انت هو المسؤول على مرتك وعلى ولادك. هادشي اللي كاين، ونتمنى من الله الاخوات عاوتاني غادي يخليو له لي كومونتير. وعافاكم اللي وصلت لهاد النقطة ما تنساوش ليا لايك وابوني، وشكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.